السلام الخوت، مرحبا بكم في الجزء الرابع من قصة الهاكر والجن. بسم الله نبداو القصة ديالنا. خوت، خلال الجزء اللي فات فاش ايوب اللي هو الاب ديال سماح داني عند داك خوتنا اللي بغينا نخدم عنده، قال لي واحد تحاول دير شي حاجه خايبه امك غادي تموت. خنزرت فيه وقلت ليه شنو هو النوع ديال الخدمه ديالي وشحال الخلاص ديالي. ضحك واحد فيهم وقال لي الخلاص اي مهمه درتيها شحال ما بغيتي ديال الفلوس. رديت عليه شنو هي المهمه الاولى ديالي. المهم قال لي سير حتى نعيطوا عليك وجي دير هذاك الشيء اللي غادي نقولوا لك. خرجت من تماك وهو يتبعني ايوب، ركبنا في الطونوبيل وهو يكسيري غادي في الطريق وفار عليا راسي بالهضره باش خاصني ما ندير حتى خطا ولا غادي نموت كاملين. قلت ليه انت باللي عارفني واللي بغيتي نتزوج بنتك ودخلتيني هادشي معاك. قال لي والله ما كنت عارف بلي هادشي غادي يوقع. قالوا لي سير جيب لنا شي واحد تعرف بيسيات زدت لك اليوم. رديت عليه قلت ليه شحال عطاو. قال لي هادشي من المهمات ديالي. المهم كملنا الهضره وسكتنا. وصلت للدار وانا نطلع للدار حست الوالده مريحه تماك بس لها راسها ودخلت ناس. فاش فقت على التليفون ديالي كيصون جبت بغيت نجاوب مع النمره اللي تتصوني ما عرفش ديالي. جاوبت وقال لي غير جي لهاد الادريس اللي غادي يجيك دابا. هو يقطع واحد 3 دقائق ويجيني واحد الميساج مكتوب فيه واحد الادريس ديال واحد البلاصه في بلاصه كنت نعرفها مزيان. صافي شديت الطريق شديت الطاكسي ووصلني حتى واحد قدام واحد الغابه. دخلت لهاديك الغابه مع الخلا بقيت تابع ديك اللوكاليزاسيون حتى وقف واحد على الخلا حدا الشجر صافي. رجعت صونيت على داك اللي كان صون عليا قلت ليه راه واجيت البلاصه وما حتى حاجه هنا. قال لي تسنى وهو يطلع عندك واحد الباب ودخل فيه. قلت ليه صافي واخا. شويه كنحس بلار تتحرك والتراب حتى هي تتحرك من البلاصه. رجعت للار شويه وهو مطالع واحد الباب. دخلت لهاداك الباب وانا هبط في واحد الدروج كاينين تما. كاين واحد البلاصه تماك فيها البيوت بزاف. دخلت البيت الاول دخلت البيت الثاني تا هو ما صدت فيه حتى حاجه. البيت الثالث صدت فيه واحد البيسي وكاع داكشي اللي غادي يخصني في الخدمه ديالي. المهم شويه بقيت ريحت في داك البيسي شارجيت فيه داكشي اللي غادي نحتاج. شارجيت فيه نظام لينكس لغات ديال البرمجه اللي غادي نحتاجهم تا هما شارجيتهم. المحررات ديال الاكواد وكاع الادوات اللي غادي نخدم بهم شارجيتهم. المهم واحد شويه ويدخل عندي واحد السيد كان نيت من هذوك خوتنا اللي تلاقينا معاهم في الفيلا داني عندهم ايوب. قال لي غادي تريح غادي تشارجي كاع داكشي اللي غادي خاصك هنا في هذا البيسي راه كلشي موجود الويفي كاين كلشي كاين. المهم راه كاينه واحد المافيا تا هما تيديروا نفس الخدمه اللي تندير. نهار الجمعه راه غادي يخرجوا بغيتك تشوف لي البلاصه اللي غادي يحطوا فيها ديك السلعه اللي غادي يخرج. قلت ليه صافي واخا. قال لي المهم راه الماكله غادي تسيبها في البيت الرابع تما راه كاين كلشي تما. قال لي غادي تكمل الخدمه غادي تتصل بيا تقول لي فين كاينين غادي نحلو عليك. قلت لي صافي واخا توكلنا على الله. قال لي راه كاين انا واحد الميكروفون غادي نبقى نهضر معاك به. صافي عا خرج هذاك السيد وانا نزيد نسمع. قلت لك ما تدخلش مع هذا. بقيت تندور في جنابي تماك تنقول لك ما الميكروفون ماشي حاجه ولكن راه هذاك ما غاديش يقول هاد الهضره علاش بيقول. هزت انا دار راسي تنقول شكون معايا شكون. شويه هو يدخل عندي رجع عندي ديك السيد قال لي مع من تتهضر. قلت ليه
راه الميكروفون واقيلا اللي درتي راه زدت يهدر راسو. قال لي لا مازال الميكروفون عندي انا راسي وباقي انا كاع ما خرجت من هنا اصلا. قلت ليه ما عرفت راه سمعت شي صوت. قال لي المهم راه نسيت ما قلت لك راه كاين واحد الملف تما حدا البيسي راه فيه كلشي يتعلق بديك المافيا. راه عندهم نيت واحد الشركة وهموا بها بنادم الاخرين بلي خدامين في شركة عادية. قلت لي صافي ما علينا سير على الله انا نقضي لك البلان. قال لي يلا انا مشيت وغادي تكمل الخدمة غادي نتصل بك. قلت لي صافي واخا. خرج هذاك السيد وانا نزيد نسمع عاوتاني. قلت لك ما تدخلش مع هادو. هزت نغوت عاوتاني شكون تيهضر شكون تيهضر شويه ما نتصطى ديك الليله. المهم ما درتش بالي بديت الخدمه شفت الشركه اللي دايرين واهمين بها البنادم. دخلت لها هي الاولى اختارت النظام ديال الشركه ودخلت لها. خود الداتابيز ديالهم كامله عامره بالكوكايين والذهب وداك الشيء الاخر الغير قانوني. قلت هادو خاصهم ما يبقاوش في الدولة خاصهم تبلغ عليهم. ولكن تراجعت في اخر لقطة وقلت راه ما عنديش انا ايد في هادشي. خفت المافيا اللي معاه انا يقتلوني ولا يقربوا الوالدة ولا شي حاجة. المهم فاش بحرا اخترقت النظام ديال الشركة صافي خرجت من داكشي كامل ومشيت بيت الناس. وجدت شي حاجة ناكلها كليت بديت بيت الناس وانا تنحس بشي واحد مريح حدايا. نط مخلوع. قلت لي شكون كاين هنا؟ قال لي انا خوك. تقلعت في ديك اللقطه وقلت اش هادشي شكون هادشي؟ قال لي انا خوك اللي ما ولداتوش لك امك. جلست نغوت تنقول ليه شكون؟ قال لي غتجلس وتسمعني. جلست ديك الساعة وقلت لي هذا رانا تنسمع. قال لي باقي تعقلي على واحد النهار في الشتا كنت خدام مع السي ابراهيم وغرقات لكم الطوموبيله. قلت لي عقلت على ديك النهار. قال لي وقال لك السي ابراهيم سير للدار. مشيت تجري وسط واحد المشا هازها ولدو مخليه واحد اخر وهزيتي الاخر اللي مخليه وتبعتيني المشا. انا هو هذاك انا جن. ديك الساعه الخو شويه ما يهرب لي انا ما تيقتش كيفاش الجن تيهضر معايا. قال لي المهم انا هو هذاك المش اللي اعتقتيه راه ما نساش لك خير حقاش اعتقتيني من الموت. قال لي وعلاش دخلتي مع هادو راه غادي يوقعوا لك مشاكل معاهم بزاف. قلت ليه بحالاش؟ قال لي الله اعلم. قال لي المهم راه غادي يوقعوا معاهم مشاكل بزاف. قلت ليه يبان لي انا تنهضر مع خيالي. قال لي ما يمكنش لك تشوفني. قلت ليه تشكل شي هيئه اخرى ولا شي حاجه شويه وانا نشوف نفس المش اللي كنت اعتقته قدامي وتيهضر معاه. خوت طحت غيب في ديك الساعه. حيوان حقاش حيوان ما يمكنش يستوعب العقل البشري. فقت على الميكروفون ديال اللي خلى ديك السيد تيقول لي واش كملتي خدمتك ولا مازال؟ تنقول لي صافي راه كملت خدمتي. قال لي اش درتي؟ وانا نتفكر باللي ما درت والو. قلت ليه بلا جي شويه ودر معاه غادي تسيبني نكمل كلشي. قال لي صافي واخا سير. دخلت للشركه اللي دخلت لها البارح دخلت للداتابيز بقيت نقلب تماك انت اخر رموك غادي يخرج. 6 نهار الجمعه مع 8 ديال الليل في واحد الغابه. صافي بقيت نتسنى هذاك السيد تيهضر معايا بقيت نتسنى فيه وداك المش عاوتاني جا حدايا وتيهضر معايا تيقول لي هذيك النهار اش وقع وكيفاش وراه انا اللي جبت لك فلوس قدام الدار وتا انا تنضحك معاه.
شويه ويهدر هذاك السيد في الميكروفون، قال لي مع من تتهضر؟ قلت ليه راه تنغني. قال لي المهم قول لي اش انت غادي يخرجوا ومعاش وفين اين بلاصه. قلت لي هذاك الشيء اللي محتاج، قلت لي راه غادي يخرجوا مع 8 واحد الغابه تما. قال لي صافي واخا. قال لي بقى عندك واحد المهمه ثانيه. قلت لي شناهي؟ قال لي تختار كاميرات اللي في ديك الشركه والبلاصه اللي غادي ديك الطريق اللي غادي يمشيو منها تا هما اختار الكاميرات ديال. قلت لي صافي واخا. اختار الكاميرات ديال الشركه وديال الشارع. لقيت فيهم واحد الصعوبه شويه، بقيت معاهم ما عرفت نهار. صافي فاش كملت بقيت نتسنى حتى يهضر معايا وفاش هضر معايا قلت لي صافي كملت خدمتي. قال لي كملتي خدمتك، هز شحال ما بغيتي ديال الفلوس من هذيك الشركه. صافي دخلت للشركه، ما الصراحه شي حاجه بزاف عشان ما تيخدموا خلفيه ديال الكاش. هزيت 6 مليون حولت الكونطات بزاف، كل كونط نلوح فيه مليون وتنرجعهم لكونط واحد وتنعاود نلوحهم في شي 30 كونط اخر وتنبقى نقص غادي في الكونطات تنقص نوصل للكونط ديالي. صافي قلت ليه المهم راه انا كملت خدمتي وصافي واش غادي تجي تحل لي الباب؟ قال لي صافي واخا غدا غادي نجي عندك. نعس ديك الليله وداك الجن اللي غادي نعرفو سميتو ابانوخ بقى مصد عليا راسي ديك الليله بالتعاود ديالو. بقيت نضحك معاه ديك الليله. في الصباح فيقني بالزربه باش يقول لي نوض سربي راه هذاك جاي وراه تابعينو المافيا اللي ضد. كنت مخلوع. جا ديك السيد قلت ليه راه تابعينك المافيا اللي ضدك. قال لي ما يمكنش، ما جايبش معايا الرجال ديالي. قلت لي ضروري خصنا نخرجوا من هنا في اقرب وقت. صافي هزيت البيسي هرسو وحرقتو وحنا نخرجوا من هذيك البلايصه. ركبنا في الطوموبيل وحنا نمشيو في طريقنا دارو بينا شي 10 طوموبيلات هكا. ما صدنا ما نديرو هازين علينا سلاح ويقولك هبطوا من الطوموبيل. هبطنا من الطوموبيل ديك اللحظه جست نحس بالدوخه، طحت في الارض. خوت كانت هي هذه النهايه ديال الجزء الرابع من قصه الهاكر والجن. المهم الجزء الخامس ان شاء الله غادي يكون شويه طويل، نشوفو ان شاء الله في الفيديو الجاي. يلا بيس.